صفقة النصر المنتظرة، نجم الدوري التركي والورقة الرابحة التي تنقذ بيولي. يعتبر المعتصم بالله المصراتي واحدا من أبرز لاعبي كرة القدم الليبيين في السنوات الأخيرة، حيث تمكن من فرض نفسه كقوة لا يستهان بها في الدوريات الأوروبية. بدأ المصراتي مسيرته الكروية في الدوري الليبي، حيث أظهر موهبة كبيرة منذ صغره. سرعان ما انتقل إلى البرتغال للعب في أندية مختلفة، حيث تطورت مهاراته بشكل ملحوظ. لعب المصراتي دورا محوريا في فريق سبورتينغ براغا، حيث قدم أداء استثنائيا في خط الوسط، وتميز بقدرته على صناعة اللعب وتسجيل الأهداف، مما جعله هدفا للعديد من الأندية الأوروبية. في خطوة مفاجئة انتقل المصراتي إلى نادي بشكتاش التركي، أحد أكبر الأندية في تركيا، ويأمل المصراتي في مواصلة تألقه مع بشكتاش والمساهمة في تحقيق النجاح للفريق. يتميز المصراتي بأسلوب لعب متميز يجمع بين القوة والمهارة، فهو لاعب وسط مبدع قادر على التحكم في إيقاع المباراة وتوزيع الكرات بدقة، كما يتميز أيضا بقدرته على التسديد من خارج منطقة الجزاء وتسجيل الأهداف الحاسمة. ويتهدف النصر السعودي التعاقد مع المصراتي من نادي بشكتاش التركي خلال الميركاتو الشتوي القادم، كما تشير التقارير الصحفية الأخيرة. ويعتبر المصراتي البالغ من العمر 28 عاما أحد أبرز لاعبي خط الوسط في القارة الأفريقية، حيث يتمتع بقدرات بدنية فنية عالية وقدرة كبيرة على قطع الكرات وتوزيع اللعب. وبدأ المصراتي مسيرته الكروية في نادي الاتحاد الليبي قبل أن ينتقل إلى البرتغال، حيث لعب لأندية سبورتينغ براغا وريو آفي، ثم انتقل إلى بشكتاش التركي. وخلال مسيرته خاض المصراتي 221 مباراة، سجل خلالها 20 هدفا وصنع 10 أهداف أخرى، كما حصل على 5 بطولات. وتقدر القيمة السوقية للمصراتي بحوالي 13 مليون يورو طبقا للتحديث الأخير من موقع ترانسفير ماركت العالمي. وينتهي عقده مع بشكتاش التركي 30 من يونيو عام 2027.